أنا رفعت راسي شوي كنت أبي أطمن عليه، بس بعدين انتبهت ما كان في أي كدمة ولا حتى علامة ضرب. قلت وأنا عيوني مليانة دموع: أبوي أنت خرجت قبل شوي. هو استغرب من كلامي، بعدين تنهد ويسحبني علشان أدخل وقال: وشو اللي خرجت يا بنتي من لما تركتيني وأنا في البيت؟ أنا نظرت وعيوني امتلت بالدموع. معقول يكون لي أفكر فيه؟ أمي باستغراب قالت: إيش فيك يا ريم؟ ترى أبوك تمام. أنا قلت بصوت مخنوق: يمه الفيديو الكلام الضرب ما في شيء. أبوي نظرني بقلق وقال: روحي غرفتك ارتاحي يا بنتي، واضح أنك تعبانة. أنا التفت على أمي لقيتها تناظرني بخوف وواضح أنها ما فاهمة شيء. هزيت راسي بنفي وانفجرت بالبكي. الدم، الكدمات، الصراخ بالفيديو كله كذب. على طول هجيت غرفتي وقفلت الباب، سندت ظهري على الباب وجلست أبكي على حظي وعلى اليوم اللي شفته فيه. وصل إشعار بس ما كان واضح أي شيء، كانت الشاشة كلها مكسرة. على طول فتحتها لقيته كاتب: طلعتي تصدقين أي شيء؟ استعدي، بكرة راح أطلبك من أبوك وأسبوع بالكثير راح تصير الملكة وما أبي كلمة زيادة. أنا يديني صارت تتحرك، همست بداخلي وقلت: وش الورطة اللي دخلت فيها؟ سمعت أمي تصارخ من تحت تقول: ريم تعالي العشاء جاهز. طنشتها مالي نفس لا أكل ولا أشوف أحد. رفعت صوتها أكثر وقالت: ريم قومي ترى أبوك يبيك بشغلة ضرورية. أنا خفت: أبوي وش يبي؟ قمت بصعوبة، غسلت وجهي بسرعة، حاولت أشيل أثر الدموع بس عيوني كانت حمراء ومتورمة. تنفست وفتحت الباب، قلت لنفسي بصوت خافت: تصرفي طبيعي كأن ما صار شيء. نزلت لقيتهم قاعدين على السفرة، أبوي كان ساكت. جلست قدامه وقلت بهدوء: خير يا يبا؟ أمي ناظرتني وبعدين التفتت له وقالت: قول لها أنت، أنا ما أقدر. أنا شفتهم باستغراب ما فهمت. هو مسح على لحيته وقال: ترى في واحد اليوم جاي يخطبك يا بنتي، ومن باب الأدب بنستقبله، بس إن ما كنتي راضية ما أحد بيغصبك على شيء. أنا قلت بصوت مبحوح وأنا شاكة في شيء: منو؟ رد علي بعد ما تنهد وقال: ترى اسمه فارس، أبوه مريض وأمه متوفية وما له إلا أخوه الصغير. أنا حسيت الأرض تهتز تحت رجولي. فارس؟ مو نفس المواصفات؟ يا ربي معقول هو؟ أبوي كمل كلامه وهو يحاول يبتسم وقال: بالصراحة يا ريم أنا ما ارتحت له مرة، يعني لا تفكرين في الموضوع، حنا راح نستقبله بس بعدين راح نرفض. أدري أنك لسه زعلانة من سالفة فهد فما بيضغط عليك. أنا رفعت راسي ونظرته، حسيت دموعي تتجمع بس خبيتها. قلت بصوت متحرش: أبوي ترى أنا موافقة. التفت علي بسرعة وقال هو مصدوم: ها؟ إيش قلتي؟ قلت: أنا موافقة يا يوبا. أمي نظرتني بدهشة وأبوي ما نطق ولا كلمة بعدها، بس أنا كنت أسمع بس صوتي وهو يقول: وش اللي سويتيه يا ريم؟ وش الورطة اللي دخلتي فيها أكثر؟ طلعت من عندهم على طول، دخلت غرفتي وسكرت الباب وراي، سندت ظهري عليه مثل كل مرة وتنفست بصعوبة. حطيت يدي على وجهي وأنا أقول: وش سويت؟ ليه وافقت؟ كنت أسمع صوت أبوي وهو يقول: راح أحاول أتكلم معاها، واضح إنه مغصوبة. بس سمعت أمي ترد عليه قالت: ترى هي كبيرة وتدري إيش تسوي، خلي بكرة ونشوف إيش راح يصير. رحت وجلست على السرير، نظري ثابت على الجوال. ما أدري ليه كنت خايفة منه وكاني متأكدة إنه بيشتغل الحين. وفعلا اهتز الجوال، إشعار جديد. مديت يدي له وقلبي يدق بشكل مو طبيعي. فتحت القفل، لقيت رسالة منه: لا تنامين كثير، بكرة ببدأ أجهز لخطوبتنا. حسيت نفسي اختنق، تمددت على السرير أحاول أتنفس طبيعي بس صدري يوجعني. كتبتها بسرعة: فارس خلاص سويت اللي تبغاه، تكفى، خلني بحالي، ما عاد لا تتصل ولا تراسلني. وما لحقت اتنفس إلا ورد علي وقال: إذا ما تبين أجيك الليلة سكري حلقك. أنا رميت الجوال على السرير وصارخت بكتمة، كتمت صوتي بالوسادة علشان ما يسمعني أحد. قلت في نفسي: قسم بالله إذا ما خليتك تندم على كلمة سكري حلقك يا فارس ما راح يكون اسمي ريم. ما حسيت بشيء إلا وأنا نايمة من كثر اللي حصل. جاء اليوم اللي بعده، أمي من بدري وهي تجهز البيت وتوصي الشغالة على القهوة والتمر وتفتح الشبابيك تقول علشان تدخل ريحة الطيب. أما أنا من أول ما صحيت وأنا ما أكلت شيء، حتى الموية كنت أحسها توقف في بطني. كل شوي تجيني أمي وتقول: ها خلصتي؟ ترى الناس ما يجيهم أحد كذا بوجه تعبان. أنا قلت لها وأنا طالعة بالمراية: ما ودي ألبس شيء ثقيل وما ودي أحط أي ميك اب. قالت يومها: يا بنتي ترى مو موضوع لبس، تخليك مرتبة حتى لو ما تبين، هذا نصيب، والله ما ندري وين الخير. أنا هزيت راسي وقلت: تمام يا يمه. رحت ولبست فستان بسيط بلون سكري، ربطت شعري وتركته على كتفي وحطيت ريحة عطر خفيفة، ما أبي أبين متجهزة بزيادة. قرب وقت صلاة العشاء وسمعت أبوي من الصالة يقول: يلا يا أم ريم ترى الرجال بيجون عقب الصلاة. إن قلبي بدأ يدق بشكل مو طبيعي.
طلعت أشوف من الشباك وشفت الأضواء الخارجية تنور، وفجأة دق جرس الباب. سمعت صوت أمي وهي تستقبلهم وصوت رجال غريب يسلم على أبوي، يعني صوت رجال كبير في العمر. بعدين سمعت صوت واحد ثاني وصوت في بحة رجولية يقول يعطيكم العافية. عرفت الصوت ما هو إلا فارس. ما قدرت أتنفس للحظة، تراجعت خطوة عن الدرج. نادتني أمي وقالت ريم تعالي سلمي. أنا وقفت عند أول الدرج أتنفس ببطء، بعدين نزلت. دخلت المجلس حق الرجال، نظرات الكل علي، بس اللي حسيتها أول ما شفته نظراته. فارس كان لابس ثوب أسود وشماغه مرتب. سلمت عليهم بهدوء وجلست. الحديث كان رسمي بين أبوي وعمه عن العمل وعن الحياة، وهذاك الخايس كل الوقت كنت أحس عيونها علي تتابعني بدون ما يستحي. بعد شوي قال أبوي خلوا العيال يتكلمون لحالهم يتعرفون أكثر. أنا قلبي صار يدق بس ما كان في مجال أرفض. قمت وجلست بالصالة الثانية وهو لحقني بعد كم لحظة. جلس قبالي وأسند يده على ركبته وقال بابتسامة خفيفة شكلك ما نمتي البارح صح؟ أنا نظرت له بملل وقلت باستفزاز والله أني نمت أحلى نومة. ضحك بخفة وقال ما أحب البنات اللي زي كذا، بس يعجبني فيك شيء أنك ما تخافين مني. أنا رفعت حاجبي وقلت بحده لا والله وأنت تشوف شكلك يخوف ولا وشو. ضحك أكثر وهي يميل للأمام شوي وقال صدق. بعدين غير نبرة صوته الأكثر نعومة وقال ومين البارح اللي كان يرتشف ويقول تكفى لا تسوي شيء لأبوي تكفى. أنا رديت بسرعة وقلت إيوه لأن البارح كنت خايفة على أبوي بس ما كنت أدري إنك بزر. سكت لحظة ونظرني بنظرة طويلة فيها شيء ما فهمته، كان فيها إعجاب. قال بعدها بصوت منخفض أنت غير ما تشبهين أي بنت قابلتها، كلهم يخافون أول ما أرفع صوتي إلا أنت ترفعين راسك تردين علي بعد. أنا قلت له بهدوء وأنا طالع بعينه ما بيك كثر كلام خلنا نرجع. ابتسم بخفة وكأنه استمتع بالكلمة، مد يده لجيبه وطلع علبة صغيرة فتحها وحطها على الطاولة بيننا. قال ترى هذا جوال جديد هدية بسيطة. أنا قلت وأنا رجع العلبة ما أبي منك شيء. قالوا يبتسم بثقة ريم خذيه لا تجبرين أذكرك شلون تواقين إذا عصبت. أنا تجمدت عيوني عليه بس ما قدرت أتكلم. قال لي بهدوء أكثر ما ودي أضغطك بس ترى إذا احتجتك لازم أرد والقى رد منك تمام. أنا مديت يدي وأخذته. قال بابتسامة صغيرة ويقوم كذا أحبك هادية وتسمعين الكلام. وقف ورتب شماغه وقال خلنا نرجع لهم قبل ما يفكرون أن اختلفنا في شيء. هزيت راسي ومشيت وراه بخطوات مرة ثقيلة. رجعنا المجلس، جلست بجنب أمي وأبوي كان يطالعني كأنه يحاول يقرأ في وجهي شيء، بس أنا خبيت كل شيء بابتسامة صغيرة وهمية. فارس جالس بثقة حاط رجل على رجل وعمه جالس جنبه. تكلم أبوي وقال يعني يا فارس اللي فهمته أنك ناوي على الجدية. قال فارس بابتسامة خفيفة ناوي ومستعجل بعد. أبوي وضعه مو مستقر ويبي يفرح فيني قبل لا يتعب أكثر. سكت أبوي لحظة التفت علي وقال بهدوء ريم دام الأمور كذا إيش رايك؟ أنا كل العيون صارت علي. قلت وأنا أحاول أبين أني عادية ما عندي مانع إذا هذا اللي تبونه طبعا. أبوه رفع حاجبه حس أنه في شيء بس سكت. ابتسم فارس وقال تمام إذا جهز الملك الأسبوع الجاي إن شاء الله. وفعلا مر الأسبوع بسرعة ما حسيت فيه. كل يوم يمر كنت أحاول أقنع نفسي أن اللي يصير ترى مجرد حلم وبس بصحى منه، لكن ما صحيت. وها هو اليوم اللي كل يسميه يوم العمر. من الصبح البيت مقلوب فوق وتحت، الحريم داخلين وطالعين، أصوات الضحك والزغاريد. أمي ما وقفت ولا لحظة وهي تقول قومي يا بنتي شوفي الكوافيرة ناس فارس قريب يوصلون. أنا بس أناظرها وأقول يمه ما ودي أتعجل بعدين ترى كل شيء يصير بسرعة ما لحقنا حتى نستوعب. قالوا تي ترتب الطرحة يا ريم اللي مكتوب لك بيصير وبعدين فارس ترى رجال محترم والناس تمدحه والوالد بعد ما قال إلا الخير. أنا ما رديت بس رفعت عيوني على المراية، شفت وجهي اللي حاولت الكوافيرة تزينه بس ما اختفت أورم عيوني. سمعت الباب ينفتح وصوت أمي يقول بحماس جاء الحريس. وكل الحريم صرخوا والزغاريد ملت المكان. أنا ما كان فيني أتحرك، حسيت كل شيء توقف حتى صوت نفسي صار بعيد. دخل فارس واقف بثوبه الأبيض شامخ كعادته وملامحه جامدة بس عيونه ثبتت علي. ما قال شيء بس نظرته كان واضح أنه فيه إعجاب. سمعت صوت أمي تهمس لي وتقول ابتسمي شوية بنت ترى الناس تطالع فيك. أنا ابتسمت غصب عني لأنه فعلا الناس كانت تطالع فينا. قرب فارس بخطوات واثقة سلم على أمي بعدها مد يده لي بابتسامة وقال جاهزة؟ قلت وأنا أحاول أثبت نفسي أيوة جاهزة.
مشينا سوا، الناس تصفق وتضحك، أنا قلبي يدق. وصلنا للمكان المجهز والناس كلهم يباركون، أنا بس أطالع على الأرض. سمعت صوت أختي الصغيرة تقول لأمي ما شاء الله ريم تراها طالعة زي الأميرات. ردت أمي بابتسامة وقالت الله يتمم عليهم بالخير. أنا ما كنت أدري لا أضحك ولا أبكي. بعد الحفل الكل انشغل، فارس اقترب وقال بصوت منخفض قومي نمشي. أنا قلت الحين؟ قال بهدوء أيوة، أبوي ما يقدر يسهر وهو يبي يشوفك قبل ما نروح. وفعلا مشينا للسيارة والناس وراي يودعون. أنا دخلت السيارة جلست هو لف حوله وركب من جهته. كان ساكت أول الطريق، بعدين التفت وقال تدرين أنك دوختيني بجمالك اليوم. أنا رفعت حالي ببرود وقلت ما أدري إذا هذه مجاملة ولا تهديد جديد. ضحك بخفة، النظرة اللي في عيونه كانت فيها شيء غريب بيسيج بين إعجاب واستفزاز ما أدري. قال ولا هذه ولا ذي، بس حبيت أقول لك الحقيقة، ترى تعجبيني وأنتي معصبة. أنا سكت والتفت للنافذة، بس ما أكذب على نفسي أني فرحت من كلامه، بس ما بينت شيء. وصلنا للبيت الجديد، نزل الأول وفتح لي الباب وهو يقول ترى قدامك حياة جديدة يا ريم، لا تحاولين تبدينها بالحرب، يمكن تطلعين خسرانة. أنا نظرت له بثبات وقلت ولا تحاول تفرض نفسك علي، يمكن تصير أنت الخسران. ضحك وبدا عليه أنه عاجبه التحدي أكثر مما يضايقه. قال بهدوء يمشي وراي، واضح أن حياتنا ما راح تكون مملة. أنا مشيت قدام وراسي مرفوع، وأنا لو زودها شوي كنت راح أبكي. التفت شفت فارس يسكر الباب ويمشي ناحيتي بثقة. رفع نظره وقال هو يمد يده يلا خلينا ندخل أبوي ينتظرنا. أنا ما مديت يدي وقلت ببرود ترى أعرف أمشي. ضحك بخفة وقال أقول اهجدي يا بنتي ايش فيك. أنا تجاهلته ومشيت قدامه، وقفت عند الباب الكبير. البيت والله كأنه قصر، جدران بيضة تلمع ونوافذ طويلة، رخام الأرض يبرق، كل زاوية تفوح منها ريحة عود. رفعت عيوني للسقف العالي فيه ثريات تلمع مثل النجوم، بس بيني وبين نفسي وقلت هذا بيته. سمعت صوتها من وراي يقول ترى مو بيتي الحين صار بيتنا. أنا التفت له بسرعة وقلت لا تسوي نفسك شاعر، ما بشي منك. ابتسم بثقة وقال يا حالاتك وانت متنرفزة. أنا استحيت من كلامه وكملت أمشي. دخلنا وكان أبوه جالس على الكرسي، رجل كبير باين عليه التعب بس نظرته مرة حنونة. وقف فارس بسرعة وقال يوبا جينا. أبوه ابتسم وقال بصوت متعب الله يتمم عليكم بالخير، ريم بنت طيبة يا زين اختيارك يا ولدي. أنا ابتسمت بخجل بسيط وقلت الله يسعدك ويديمك لنا يا رب. ابتسم أبوه برضا، وبعد شوي نادى أخوه الصغير وقال نايف تعال سلم على حرمة أخوك. طلع الطفل ويمكن عمره 10 سنين، ناظرني باستحياء وقال مبروك خالتي ريم. أنا ابتسمت له غصب وقلت الله يسعدك. بعد شوي قال فارس بهدوء يوبا خلي العروس ترتاح بنطلع غرفتنا. أنا على طول قلت بسرعة غرفتنا. رد علي بهدوء وقال ايوه غرفتنا، ولا تبين انام بالصالة؟ أنا قلت ونتنفس بصعوبة ترى في مليون غرفة بالبيت، ليه لازم ننام بنفس الغرفة؟ قاطعني أبوه بابتسامة وأنا نسيته تماما. قال يا بنتي ترى نايف معي وما يصير نخلي فارس ينام لحاله، هو رجال ومسؤول عنك، خليه وياك ما فيها شيء. أنا نظرت له وأنا مستحية وما قدرت أقول شيء، هو مريض وما ودي أحرجه فهزيت راسي بخفة. فارس قال يبا لا تشيل هم كل شيء تمام بنرتاح شوي فوق. طلعنا الدرج وكنت أحس بخطواته وراي. وصلنا لطابق مرة واسع، باب الغرفة كان مفتوح. دخلت وأنا مصدومة، الغرفة فخمة بطريقة مجنونة، جدار كامل مرايات وسرير كبير وشرفة تطلع على الحديقة. وقفت بنص الغرفة لفيت عليه وقلت بحدة ما راح تنام معي واضح. مشاني بنظرة من فوق لتحت وابتسم ابتسامة جانبية وقال أنا ما قلت لك تسوين شيء ما تبينه، بس الغرفة هذه لك ولي، وأبوي ما لازم يشك في شيء فهمتي؟ أنا سكت ما لقيت وش أرد. هو قرب مني شوي بس بصوت خافت وقال لا تخافين ترى أنا ما ألمس شيء ما يخصني، ارتاحي اليوم ترى كان متعب. بعدها راح فتح الدولاب وسحب بطانية وقال أنا بنام على الأريكة، بس إذا أبوي سأل قولي كل شيء طبيعي تمام. أنا نظرت له للحظة شفت في عيونه شيء غريب، مو تهديد لا شيء ثاني، يمكن تعب ممكن شعور بالندم، بس شكلي طولت النظر كثير. ابتسم بخفة وقال ها خلاص شكلك بديتي تعجبين فيني. أنا قلت وناقد يديه في أحلامك. ضحك وراح جلس على الأريكة وهو يقول بس أنا واضح أني بديت أعجب فيك. أنا على طول استحيت وحسيت أني بنفجر من الخجل. نظرتها بغضب وقلت كم إنك قليل أدب. ورفع كتفه وقال وشو ما تبيني أقول الحقيقة؟ أنا التفت عنه جلس على طرف السرير وعيوني راحت عليه وهو نايم. واضح غلط في الرجال لأنه مستحيل يكون نفسه اللي كان ذاك اليوم. مرت الأيام وعلاقتي أنا وفارس بس هواشات وتكفيخ. رجعت الجامعة وحاولت أتصرف أني طبيعية. ذاك اليوم كنت أمشي بسرعة أحاول أهرب من الزحمة، كل شيء حولي كان عادي،
لين سمعت ضحكة سخرية جاية من جهة الموقف. رفعت عيوني شفت 3 شباب مستندين على سيارة مرة فخمة، وكل واحد فيهم يناظرني بطريقة قذرة وبطريقة مرة ترفع الضغط. حسيت اني شايفتهم بمكان ثاني بس ما ادري وين. حاولت اتجاهلهم بس صوت واحد منهم طلع عالي وواضح وقال: ها، مو هذه اللي فارس تركنا علشانها؟ انا قلبي وقف لحظة، ضميت حاجبي باستغراب وما التفت لهم. سويت نفسي ما سمعت وكملت مشي. ضحك الثاني وقال هو يصفق لصاحبه: اي والله نفسها. انا شديت على شنطتي، قلبي بدا يدق وصوت خطواتهم صارت اقرب. بعدين واحد فيهم قال: تعالي شوي نبغى نسألك كم سؤال عن فارسك الغالي. قلت وانا ارفع صوتي وعيوني تمتلئ بالخوف: ترى انا ما اعرفكم، ابتعدوا عني. تكلم الثاني وقال: ها، لا تخافين، ترى احنا كنا اصحابه زمان. قال الثاني بنبرة فيها غل، بعدها نزل صوته وقال: تعرفين وش سوى فينا؟ ترى هو خان العهد. أنا تراجعت خطوة وقلبي بدأ يدق. قلت أنا إيش دخلني؟ ضحك الثالث ضحكة قصيرة وقالوا يقرب وجه مني: يدخلك لأنك السبب، من يوم عرفك تغير، صار يوقف ضدنا، بس عادي كل شيء له وقت، بالأول نخلص منك بعدين منه. أنا حاولت أهرب بس واحد فيهم مد يده بسرعة، مسك معصمي بقوة. أول ما شفت يده لاحظت الوشهم، هم نفس الشباب اللي كانوا في الجريمة ذاك اليوم. أنا وجهي تغير وعيوني توسعت وصوتي خرج مبحوح: قلت تكفى، أنا ما سويت شيء. هو بقى يضحك وحروقه بارزة من الغضب. بعدين قال: ها، أنت ما تدري إيش كنا بنسوي فيك أول مرة؟ لولا أنه وقف بطريقنا كان زمانك تحت التراب. أنا صرخت ونحاول أضربه بشنطتي بس شدني أقرب منه وقال: وش تبين تسوين، تصرخين؟ ترى ما حد يسمعك. قال الثالث بخبث: أقول ناخذها بسرعة قبل ما أحد يشوفنا. لكن قبل ما يكمل سمعنا صوت صافرة الشرطة وعيونهم التفتت على بعض على طول وتبدلت ملامحهم بخوف. قال لي كان يمسكني: يلا نفلها قبل ما نتورط أكثر. دفوني بقوة، طحت على ركبتي وشفتهم يركبون سيارة ويمشون. كنت أتنفس بصعوبة ويدي ترجف ودموعي نزلت على طول. نظرة المحصمي الأثر الأحمر واضح. رجعت البيت، حاولت أكون طبيعية بس كل شيء فيني كان مضطرب. دخلت غرفتي، غيرت ملابسي بسرعة ولبست قميص طويل يخبي العلامة اللي على يدي. جلس على طرف السرير أحاول أراجع شيء من المحاضرات بس والله ما كان لي خلق لأي شيء. سمعت الباب ينفتح، التفت بسرعة، كان فارس واقف، يد ياكل بيها تفاحة ويد الثانية بجيبه، كان يبتسم ابتسامة مرة مستفزة. قالوا يقرب: اوهو، صاحبة الجلالة موجودة، حسبت نامت بدري. أنا قلت وأنا أتنفس: فارس تكفى، أنا مالي خلق. ضحك بخفة ورفع التفاحة وأخذ منها قضمة وهو يقول بنبرة متسلية: واضح من وجهك بس حتى وانت معصبة شكلك يجنن. أنا رفعت عيوني وقلت: لو تسمح اطلع، أبي أدرس. فارس رفع حاجبه وقرب أكثر، قال بابتسامة جانبية: زين ما ودي أزعل الملكة. حاولت أتجاهله، رفعت يدي أزيح الغرة اللي نزلت على جبيني بس لما سويتها شفت عيونه كيف ثبتت علي للحظة. قال فجأة بحدة: وشو اللي بيدك؟ أنا ارتبكت، سحبت كمي بسرعة وقلت وأنا أتهرب بنظري: ولا شيء، يمكن جرحت بالغلط. قرب أكثر وقال بصوت غليظ: هاتي يدك. أنا رفعت صوتي شوي ونرجع للخلف، قلت: فارس خلاص تكفى، ما في شيء. مد يده بسرعة وسحب كمي بهدوء، شاف الأثر بعينه، شد فكه وعيونه اسودت. قال بغضب: مين اللي سوى فيك كذا؟ أنا بلعت ريقي وقلبي دق بسرعة، قلت: خلاص قلت لك بالغلط، فارس تكفى، ما بشيء. قالوا يصرخ: انجرحتي، انتي ظنين اصدق هالكلمة؟ انا حسيت بغصة وعيوني دمعت على طول. سكت لحظة بعدين قال بصوت هادي كأنه يحاول يسيطر على نفسه: هم اللي سووا فيك كذا. انا تراجعت اكثر وقلت بخوف واضح: منو؟ قال: تدرين انا بتكلم على مين؟ انا قلت وانا قلبي يرتجف: لا ما في شيء. ايش تقصد انت؟ بس هو ما رد، على طول لف وطلع من الغرفة. سمعت صوت الباب يتقفل بقوة، جلست على الكنبة وانا طالع الباب، همست لنفسي بصوت مبحوح ودموعي نزلت غصب. قلت: يا رب لا تخلي يصير له شيء. كنت ادري انه الليلة هذه ما راح تمر بسلام. مرت ساعات طويلة، الساعة تعدت 2 وانا ما زلت جالسة على طرف السرير اراقب باب الغرفة كل شوي. ما أقدر أرتاح، كل شوي أتخيل وجهه وقت ما طلع، نظرته وقت شاف الأثر على يدي. رفعت يدي ألمس محصمي، كان الأثر باقي. تنهدت وقلت لنفسي بصوت خافت: إن شاء الله بس ما يتصرف تهور. مرت نصف ساعة ثانية وبعدين سمعت صوت الباب، قلبي قفز مكانه.
على طول قمت بسرعة وقفت عن طرف السلم أترقبه. أول ما شفته فرحت فرحة حتى أنا استغربتها من نفسي، بس مو نفس فارس اللي أعرفه. وجهه كله دم وعيونه مليانة سواد وغضب، قميصه متسخ بالتراب ويده فيها جرح كبير. صوتي خرج مبحوح وركضت له بدون تفكير، قلت فارس. هو وقف عند الباب ومسح فمه بطرف يده وقال بصوت خافت: ايش تسوين هنا؟ ارجعي لغرفتك. أنا قلت بسرعة ونارتجة: فيش صار؟ مين اللي سوى فيك كذا؟ رفع حاجبه بخفة وقال: وش تتوقعين كنت ألعب؟ قلت وأنا أقترب أكثر: فارس لا تستهبل علي. رفع نظره وقال: تدرين وش أكثر شيء قتلني؟ إنهم لمسوك، إنهم فكروا بس إنهم يمدون يدهم عليك. وقف لحظة بعدين شد فكه وقال: هم اللي بدوا بس أنا خلصت عليهم. أنا قلت بخوف: إيش تقصد؟ شهقت وأنا خطي فمي وقلت: فارس لا تقول إنك. ضحك ضحكة قصيرة بعدين قال: لا ما قتلتهم، بس ما عاد في أحد يقدر يلمسك مرة ثانية. رفع يده يقطع كلامي وقالوا يتنفس بصعوبة: ولا تسألين، خلاص دام أنا عايش ما حد يأذيك، هذا وعد. أنا بديت أرتجف من الخوف من الصدمة. قلت باستغراب: بس تي تسوي كذا ليه؟ تدخل نفسك بهالشي. قال بهدوء: عشانك. أنا ارتبكت وما عرفت أرد، دموعي نزلت على طول. قلت وأنا أبكي: بس ما كنت أبيك تتأذى بسببي. قرب مني وصوته صار أهدى وقال: أنا ما تأذيت، أنا ارتحت، أول مرة أحس أني سويت شيء حلو لك. أنا بديت أبكي أكثر، ما قدرت أمسك نفسي. سكت لحظة وعيونه نزلت على يدي اللي فيها الأثر. رجع خطوة وتنفس بعمق وقال بصوت متعب: بدي أروح أبدل هدومي. التفت وراح للحمام. أنا وقفت مكاني وقلبي يدق، ما كنت أدري لا أبكي خوف عليه ولا منه. دخل الغرفة وراح مباشرة اتجاه الدولاب، سحب منه تيشيرت نظيف وكنت واقفة أنا عند الباب، يدي متشابكة من التوتر وعيوني عليه تتفحص كل جرح، الدم ناشف على يده. قلت بصوت خافت: وأنا أتقدم أساعدك في شيء؟ التفت وقال بنبرة ثقيلة: ريم خلاص روحي نامي. أنا هزيت راسي وأنا مد يدي وقلت: لا خلني نظف جروحك أول. طالعني لحظة بدون ما يتكلم، بعدين تنهد وسحب الكرسي وجلس. قربت منه وانا احاول اعالجه بس هو قال: ما يحتاج، قلت لك انا بخير. انا رفعت عيوني له وقلت بغضب: سكر حلقك، انت مو بخير، شوف شكلك. هو ابتسم لانه فاهم اني ابي اقول له نفس الكلام اللي قاله لي اول مرة. مسكت قطن ومطهر وكل ما المس جرح يغمض عيونه ويتنفس بعمق. سألت بنعومة قلت: ايش صار؟ فتح عيونه ونظر لي نظرة طويلة بعدين قال بهدوء: هذول اللي اذوك اليوم ترى هم كانوا اصحابي. قلت: أدري، بس إيش اللي صار؟ ابتسم ابتسامة صغيرة وقالوا يطالع الأرض: كنت واحد منهم يا ريم، واحد من ذولا. أول مرة دخلت معاهم جريمة كنت مجبور، أبوي كان مريض وأخوي الصغير وهم استغلوني. نزلت نظري على يده اللي كنت أمسح عنها الدم وصوتي انكتم من الغصة. قلت: وبعدين؟ رفع راسه وملامحه تبدلت الجدية وقال: بعدين ندمت، كل شيء سويته كنت أحاول أصلحه. أتذكر أول رجل أذوه أنا كنت أول من بلغ الإسعاف له، حتى لما كنا نسرق كنت أرجع أغراض الناس بدون ما يدرون، لين يوم قررت أتركهم وهم ما قبلوا، قالوا راح يفضحوني وراح يخلوني أدفع الثمن. بس أنا ما كنت سهل، احتفظت بأدلة عليهم، تسجيلات وصور وكل شيء، واليوم لما لمسوك هددتهم كل شيء. أنا قلت بخوف وأنا أرفع نظري له: بس ما يحتاج تسوي كذا. هو رفع عيونه وقال: لا يحتاج. أنا رحت لهم وذكرتهم وأن فارس اللي يعرفونه ما عاد نفس الشخص، وأنهم لو قربوا منك مرة ثانية ما راح تبقى فيهم نفس. ابتسم بسخرية ونظرة عيونه صارت ناعمة فجأة كأنه تعب من التمثيل، وقال: تدرين وشو الغريب؟ إني أول مرة أخاف على شخص مثل ما خفت عليك. أنا قلت بصوت خافت: ليه؟ قال بهدوء: علشان ما أقدر أتحمل فكرة إنك تتأذين. أنا سكت وما عرفت إيش أقول، وكل اللي حسيته أن قلبي ما عاد نفسه بعد هالكلمة. مرت سنة كاملة وسنة فيها كل شيء تغير. أتذكر أول يوم دخلت فيه بيت فارس كنت أحس أن حياتي انتهت، كنت أكرهه وأخاف منه وأتمنى الوقت يرجع عشان أهرب من كل شيء. بس اليوم لما أشوفه ويشيل بنتنا الصغيرة بإيديه أضحك غصب. فارس اللي كنت أشوفه مجرم صار أكثر إنسان أحس بالأمان معاه. ما أنسى الليلة اللي جلسنا فيها نبكي على وفاة أبوه، كان أول مرة أشوفه ينهار، أول مرة أسمع صوته مكسور بهالشكل. بعدين صار يسولف معي أكثر، يضحكني، يسوي لي قهوة بطريقته الغريبة اللي مليانة سكر، ويقول دايم: أبيك تشربين شيء على قد حلاوتك. حتى بنتنا كانت تشبهه كثير، نفس العيون السوداء ونفس الحواجب المرفوعة إذا زعلت. ذاك اليوم لقيتها جالسة فوق الطاولة، ناديتها بصوت خفيف وقلت: تعالي يا ماما بلكي طايحين. ضحك فارس وهو جالس على الكنبة وقال بصوت فيه دلع وغنج متعمد: تعالي يا ماما، حتى البنت ما سلمت من أوامرك يا ريم.
أنا نظرت لو قلت بمزاح أنا ما أتكلم كذا، وإيش تبيني أسوي؟ بنتك تشبهك ما تسمع الكلام. رفع حاجبه ويحاول يخفي ابتسامته وقال يعني تشبهني بالحلاوة. أنا قلت وأنا أحاول أخفي ضحكتي لا تشبهك إنك ثقيل دم. قام ومشى ناحيتي ورفع البنت وخلاها على كتفه وقال يطالعني بنظرة ما زالت تخليني أضيع كل مرة. تدرين أكثر شيء أفتخر فيه بهالسنة؟ أنك صرتي زوجتي. وبس خلصنا قصتنا لليوم، عاد والله إني استمتعت وأنا أرويها لكم. أتمنى تشاركوني رأيكم بالتعليقات، وبحفظ الرحمن يا حبايب قلبي.